السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة كوكنت. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم اللوبيا بيضاء بدون لحم بمرق خاطر، كتجي بنينه بزاف على طريقه المحلات. غادي نعطيكم جميع الاسرار لنجاح هذه الوصفه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، تنساوش الضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. خليوا لي لايك للفيديو، وممكن ايضا تزوروا القناه وتشوفوا العديد من الوصفات المفيده والسهله والسريعه دائما. ونبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد الكميه من اللوبيا بيضاء او الفاصوليا. عندي تقريبا هنايا واحد 400 غرام او 350 غرام، صراحه ما وزنتهاش لان كتكون عندي هكا كميه كبيره كنبقى كل مره ناخذ منها. فهنايا غادي ناخذها، ومن بعد ما نقيتها نزولوا دوك الحبوب الصفرين وهذاك الشيء اللي كيكون زوائد الغير مرغوب فيها. غادي نقعوها في الماء او نرقدوها في الماء لمده 6 ساعات الى ليله كامله. انا هنا غطيتها وخليتها الليل كله، يعني درتها بالليل وكنخليها حتى الغد ليه في الصباح عاده كنخدم بها باش هكذا كتشرب الماء مزيان. وممكن الا ما كانش عندكم الوقت يعني ديروها واحد 6 ديال الساعات او 4 ديال الساعات باش هكذا كتجي لنا اللوبيا مزيانه. هنا غادي ناخذ واحد الطنجره ديال الضغط، وغادي نحك فيها تقريبا 3 فصوص كبيره من الثوم. غادي ناخذ ايضا تقريبا 4 حبات من الطماطم. هنا عندي طماطم صغيره، ممكن ديروا غير حبتين فقط من الطماطم الا كان الحجم ديالها كبير. غادي نزول ليها هذوك البذور اللي في الداخل ديالها، ضروري نزولوا هذوك الزريعه وهذوك البذور اللي كيكونوا في الداخل لانهم كيعطونا واحد الحموضه في المرق ديالنا. ومن بعد غادي نحك هذيك المطيشه، وممكن انكم طحنوها هكذا بالميكسور وتصفيوها من القشور. انا هنا باش تجيني العمليه سهله كنفضل غير الحكاكه. صافي من بعد ما حكيت هذيك الكميه ديال الطماطم او ديال المطيشه اللي عندي، غادي نضيف عليها ملعقه صغيره من الكركم، تقريبا نصف ملعقه من الابزار، ملعقه من البابريكا او التحميره، نصف ملعقه من الكمون او اكثر بقليل، وراس معلقه ديال الفلفله حاره مطحونه. هنا بالنسبه اللي ما كيبغيش الحار ممكن يستغنى عليها. غادي نضيف ايضا نصف ملعقه تقريبا من القزبر اليابس المطحون، وغادي نضيف القليل من زيت الزيتون والقليل من الزيت النباتيه. ممكن تكتفيو غير بالزيت النباتيه فقط. غادي نوضع هذا الخليط هذا فوق النار، وغادي نخليه هكذا حتى يبداو يظهروا فيه هاد الفقاعات. كيف ما كتلاحظوا معايا ضروري ان النار تكون متوسطه، ما نجهدوش النار نهائيا. سر في جميع الطبخات هكذا اللي كيكونوا ديال المرق هو النار. فإلا جهدتوا النار داك لاصوص ديالكم او هذيك المرقه ديالكم ما كتشحرش مزيان، ما كتشحرش على خاطرها، ما كتاخذش الوقت ديالها باش كتجيكم ديك المرقه خاطره. فضروري نردوا البال لهذه المساله هذه، لان صراحه الطياب او النار علاش كنطيبوا راه تقريبا كتاخذ الربع او النصف ديال الوصفه. يعني باش تجينا ديك الوصفه بنينه راه النص ديالها كيبقى على حساب النار. باش ما خدينا النار مضبوطه كتجينا الوصفه ديالنا بنينه وكتجينا هي هذيك. ممكن اننا نديرو يعني نفس المقادير وما تجيناش الحاجه بنينه كيف ما غادي يطيبها واحد اخر. هذا الاغلبيه كيكون غير بسبب النار، وخصوصا الا كنتو كتخدموا هكذا بشي بوطه اللي كتكون مجهده كديروا فيها النار مرتفعه، راه دائما كتفسد الاكل الا كانت النار مرتفعه. فهنايا كنخلي هاد الثومه مع مطيشه والعطريه كنخليهم هكذا كيتشحروا على خاطرهم، مره هكذا كنحركهم وكنخليهم حتى كيبانوا لي هكذا تقريبا نشفوا من الماء كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. هنايا صافي من بعد ما كتنشف هذيك لاصوص من الماء كتعطي فيها صراحه واحد الرائحه يا سلام، ان هذيك الثوم كتكون طابت مع العطريه. صافي غادي نضيف عليها اللوبيا، وغادي نضيف الماء غليان. هنا الماء غليان باش كنسرعوا العمليه ديال الطياب، وايضا باش ما كتخرجش لينا هذيك اللوبيا من الغشا ديالها. الا درنا الماء بارد ديك اللوبيا كتفسخ كتخرج من الغشا ديالها. فهنا كنديروا الماء غليان واحد الكميه كافيه، يعني كنغطي عليها تقريبا ثلثين ديال الماء فوق هذيك اللوبيا لانها كتشرب الماء. وغادي نسد عليها الطنجره
وغادي نوضع الصفاره وغادي نخليها تقريبا نص ساعه حتى ل 40 دقيقه. كيف ما قلت لكم النار تكون متوسطه، ما ديروش النار مجهده نهائيا. هنايا من بعد مرور تقريبا 40 دقيقه صافي غادي نحل عليها وغادي نشوف القوام ديالها. غادي ناخذوا هكا واحد الحبه ونوركوا عليها ونشوفوها الا كانت طابت. غادي نضيفوا ليها المطيشه ديال الحك او الطماطم المركزه، غادي ناخذ منها ملعقه كبيره. غادي نضيف ليها القليل من الماء، انا هنا درت الماء غليان لان عندي هاد الطماطم هذه كانت في المجمد، فما بغيتش نهرس الطياب ديال هذيك اللوبيا بالطماطم اللي هي بارده، ان هنا باقي خاصها واحد شويه ديال الطياب. غادي نخلط هذيك الطماطم المركزه جيدا مع الماء وغادي نضيفها في الطنجره. كيف ما كتلاحظوا راه حنا ما ضفناش الملح نهائيا. الملح دائما الا بغيتوا طيبوا اي نوع من القطاني ما ديروش ليها الملحه من الاول، لان الملحه ما كتخليش القطاني يطيبوا بالزربه. فغادي نرجع عليها الصفاره هنايا وغادي نخليها غير 10 ديال الدقائق، تصفر 10 ديال الدقائق فقط لانها تقريبا راها طابت صافي. وغادي نعاود نحل عليها وكيف كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. صافي هذيك لاصوص رجعت عندنا عاقده. هنا غادي نضيف الملح وغادي نضيف ايضا واحد الملعقه كبيره من القزبر والمعدنوس اللي مقطعين هكذا بشكل رقيق، حتى هما ما كنضيفوهمش من الاول، كنخليوهم حتى الاخير باش كتبقى ديك النسمه ديالهم باينه وكيعطونا واحد المذاق متميز لهاد الوصفه. هنا غادي ناخذ هكذا القليل ونوريكم الشكل ديال المرق. هنا ممكن انكم تذوقوا القياس ديال الملحه الا كانت هي هذيك، الا كانت خاصه الملحه راه غادي تزيدوها. وايضا تشوفوا القياس ديال لاصوص الا بغيتوها عقده اكثر راه كتخليوها تزيد طيب شويه، غير هي الا حليتوا عليها طنجره ضروري تبقاو تحركوها لانها بالزربه كتلصق يعني من التحت الا ما حركتوهاش. صافي انا هذا هو القياس. غادي نزولها من فوق النار ممكن اننا نقدموها هكذا مباشره وهي ساخنه، وممكن نحتفظوا بها يعني في الثلاجه الوقت اللي بغيناها كناخذوها وكنسخنوها. كيف كتشوفوا كتجي رائعه، كطيب لنا هذيك اللوبيا او هذيك الفاصوليا جيدا وكتعطينا واحد المرقه اللي هي خاطره وفي نفس الوقت ما كتخرجش لنا من هذاك الغشاء ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. وكنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الطريقه هذه لانها كتجيب بنينه بزاف حسن من ديال المحلات. وشكرا لكم بزاف على التعاليق الجميله اللي كتخليو ليا لا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك. شكرا جزيلا. نتمنى فعلا ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، تبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده، وتتبعوا النصائح. راه الطبخ ساهل جدا، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، فقط تبعوا النصائح اللي كنعطيكم. والى فيديو قادم